لو انت بتستخدم اندرويد وعايز تشتري ايفون، هقول لك على تليفونات ما انصحش خالص ان انت تشتريها في الايفون. مش عشان التليفون وحش واداؤه وحش، لا، عشان بطاريته مش حلوه. وطالما بطاريته مش حلوه انا مش هستفاد من الاداء بتاعه، يعني لا هلعب ولا هستعمل فيه حاجه. بطاريه مش حلوه. اول حاجه بقى هنشيل عائلات ال6 وبرضه عائلات ال7 عشان بطاريتها وحشه. وبرضه هنشيل عائله ال8. مفيش الا ال8 بلس اللي هو بس طبعا انت مش هتلاقي تليفون ببطاريه كامله دلوقتي. وهندخل على عائله الاكس، هيبقى الاكس والاكس اس ابعد عنهم، برضو بطاريته مش كويسه. والاكس اس ماكس بطاريته حلوه، بس لو انت عرفت تلاقي تليفون لقطه، تليفون بطاريته كنت كويسه يعني وكده. ندخل بقى على عائله ال12. عائله ال12 كلها مش كويسه ما عدا ال11 برو ماكس. التليفون ده كويس لو انت لقيت منه تليفون برضو لقطه. ولو الدنيا زنقت معاك اشتري ال11، مع اني انا بنصحش برضو بيه. وفئه ال13 هو تليفون واحد منهم، ال13 ميني، ده ما تشتروش خالص. وسلسله الاس اي كلها ادائها جامد وكل حاجه، بس بطاريتها مش كويسه هتضايقك. اي تليفون بقى انا ما ذكرتوش في الفيديو اشتريه، وبرضه اطمن على البطاريه بتاعته صحتها قد ايه. ولو انت بتحب المحتوى دوت اشترك معايا في القناه. سلام.